السلام عليكم، كي راكم دايرين خواتاتي زينات؟ ان شاء الله كاع راكم بخير عليكم. اليوم جيت نحضر معكم سيجار محشي، يجي خفيف ويذوب ذوبان ما شاء الله. اللي عجبته هاد الوصفه ما ينساش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه اللي نبداو بها لازم هي المارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه. لازم المارغرين دائما نكونوا جابدينها من قبل، تكون بدرجه حراره الغرفه. نحتاجو 250 غرام مارغرين. نحتاج 3 ملاعق كبيرة سكر ناعم. انا تبغوا ديروا غير 2 ملاعق كبيرة، ديروا غير 2 ملاعق على حساب الحشو اللي غادي ديروه. الا كان الحشو غادي ديروه ماشي حلو بزاف، تقدروا ديروا كاس تاع اموالي تاع سكر ناعم. وإلا الحشو تاعكم يكون شويه حلو، نقصوا في السكر تاع لاباط. هنا نستعملوا 2 بيضات كامله، نستعملوا رشه فانيلا كما شفتوا معايا درتها، ودرت 2 بيضات كامله. شوفوا الاخوات، هاد الحلوى تاع السيجار لازم ديروها 2 حبات بيض، ما ديروش البيضه وصفار، وما ديروش غير بيضه واحده باش ما يجيكمش يتفتت. راكم عارفين البيض زعما كيكون بزاف شويه يشد لاباط. قادر اللي نقصوا البيض الحلوى تاعنا تجي هشيشه بزاف. هنا نديرو 2 بيضات باش لاباط تاعنا تجي تنحكم، باسكو كيما تعرفوا اغلبيه تاع البنات حلوه تاع السيجار تتهرس لهم بزاف، سورتو كي يجوا يديمولوها من المول. هنا بعد ما ندمج لي السكر مع البيض مع الزبده كيما شفتوا، نبداو نضيفو في الفرينه. هاد الحلوى ما تحتاجش باش نديرو لها الخماره، نحتاجوها باش تقعد في لافورم تاعها. هنا نبداو نضيفو الدقيق على حسب الحاجه، كل واحده والنوعيه تاع الدقيق اللي تستعملها، حتى تحسوا العجينه تاعكم راها متماسكه وتكون شاده روحها، ما تكونش طريه بزاف 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 باش ما تتسيح لكمش من المول، باش تجي حاكمه روحها فوق المول تاع السيجار. شوفوا هنا العجينه بعد ما تحصلنا عليها خليتها ارتاحت واحد شويه، شفتوها تجي طريه بصح هذه تجي شويه شاده روحها، تجي شويه ناشفه على الصابلي العادي اللي نطبعوه. هنايا نحلوها بين كيسين، ونقيسيو نمدوها بالشكل طولي باش ما يقعدش يخرج لنا لي شيء تاع العجين بزاف، ونقعدوا غير نعاودوا نعجنوا فيهم. العجينه تاعنا من بعد في لاباط تجينا مشقه، كي طيب الحلوى تاعنا تجي مشقه، تجي تحسوا الحلوى تاعكم مكرشه ما تجيش ليس. هذاك العجين المعاود كيما احنا نقولوا له. شوفوا هنا ديت العبر تاع المول، انا شوفوا هنايا خليت شويه الزوائد، بصح في العجينه الثانيه والثالثه ما قعدت نديرها بشكل طولي ديريكت. هنا العجين تاعنا ما نرقوش بزاف وما نخشنوش بزاف، باسكو من بعد غادي نعاودو نحربشو شويه مع المول. تبعوا الطريقه دوك تفهموني. هنايا شوفوا نديرو الدوره ماشي وانس، كي نحسو طلعنا فوق لاباط الزاوجه، كي نحسو روحنا طلعنا فوق لاباط نقطعو، باش هنايا شوفوا نقدروا نتحكموا فيها ونلصقوها. هنا نلصقوها مليح. شوفوا على هذه قلت لكم خلوا العجينه تاعكم شويه خشينه شويه من تحلوها، لاخاطش غادي نعاودو نحربشوها بيدينا. هنا شوفوها ولك الخط هذاك اللي قفلناه ما ولاش يبان باسكو حربشتها.
نقطعوا هاد الزوائد باش كي طيب لنا الحلوى تاعنا نقدروا نتحكموا في المول وننزعوا الحلوى تاعنا، نلقاو كيما نقولوا من نشدو. وهذه هي ندخلها على فرن مسخن 180 درجة تنشف وتحمر شويه من التحت ونقلعوها. هنايا نروحوا للكريمه اللي غادي نحشيو بها السيجار. هنا نحتاجو 250 غرام زبده هذيك اللي كانت باقيه، نديروا لها 3 ملاعق مربى المشمش، ونديروا معاها حلوى الترك اللي هي الحلوى الشاميه. كل واحد كيفاش يقولها، كلي يقولها حلوى الترك، اللي يقولها الحلوى الشاميه. كما تعرفوا الحلوى تاع الترك مع المعجون تمد لكم واحد الذوق رائع. حلوى الترك مع المعجون تقدروا ديروا غير حلوى الترك مع المعجون، تضربوهم مليح وتبلعوا بهم الصابلي تاعكم يجيكم بنين. بصح في السيجار ما تقدروش ديروها باسكو الحشوه تجي سائله. على بها زدت لها ملاعق تاع الزبده باش تجيني كيما كريمه الزبده، تجي حكمه روحها. كون ندير غير المعجون مع حلوى الترك تجي الحشوه سائله. هذيك نقدروا نبلعوا بها صابلي، لصقوها ونبلعوا بها صابلي ولا نرمدوه في الكاوكاو. كما شفتوا هنايا ضربتهم مليح 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 حتى طلعت لي هذيك الزبده ولات كريمه زبده. هنا درت لها ملاعق تاع لوز مطحون. عندك كاوكاو ديريه، عندك مكسرات ديري، ما عندكش ما ديريش عادي، باسكو غير حلوه الترك مع المعجون راها بنينه. هنا عندي شوكولاته تاع المورجان، غادي نستعمل منها ملعقتين. وشوفوا البنات هاد الحلوى ما غاديش تجي حلوه بزاف، على بالي غادي تقولوا المعجون وهذه الشوكولاته الطالع وحلوه الترك، بصح ما تجيش حلوه بزاف، غير تبان لكم كيما هكا، لان دايرين لاباس تاعنا ماشي حلوه بزاف. وهذه تجي حلوه بصح ماشي حلوه بزاف، هذيك اللي ما تقدروش تاكلوها تجي نورمال زعما عادي. نعاود نرجعهم يتخلطوا وما ندخلوهاش للثلاجه باش تقعد لنا كريمه ما تعاودش تجمد لنا. كما تعرفوا الزبده شويه تشد روحها كون تدخل للثلاجه، غادي نخلوها برا حتى لوين طيب لنا السيجار تاعنا ويبرد نبداو نحشو فيه. كيما هنا السيجار تاعي ها هو طاب ديموليته، ما بقيتش نوريكم مراحل تاع الطهو كاع على بالي بلي باش ما يطولش عليكم الفيديو. هنا الكريمه تاعنا غادي نعمرها في لابوش في كيس بلاستيكي. نجيب هنايا الحلوى تاعي ونبدا نحشي فيها. انا هنا غادي نقلب لكم الحبه من جهه الكاميرا باش تشوفوها كي تبدا تتحشى. شوفوا كي نوصلوا نحس روحنا عمرناها، نزيدو نعمروا الجزء الثاني، نمسحوا الاطراف منهم. وهاد الحلوى غادي ندخلها للمجمد غير ساعه ولا قد باش ندير لها الكلاصاج تاع الشوكولا، باش كي ندير لها الكلاصاج تاع الشوكولا ينشف تمتم. هنا عندي شوكولاته دادا ولا اي شوكولاته بيضاء نتوما تفضلوها. انا نبغي شوكولاته دادا باسكو الوجدان تجيني حلوه بزاف على دادا عاديه في الحلاوه تاعها معتدل عادي، بصح الوجدان انا تجيني حلوه بزاف هي ولا صافيغ. نستعمل دادا حليتها بالزيت، ذوبتها في حمام مائي، حليتها بالزيت
حتى لوين القوام يعجبكم تحسوها سائله، تقعدوا تضيفوا الزيت ملعقه ملعقتين 3 ملاعق حتى تحسوا بلي الخليط تاعكم راه سائل اللي زعما تقدروا تقلاصوا به. انا نجيب الحبات تاعي بعد ما كانوا في المجمد نقلاصيهم بالشوكولا، غادي ندير لهم الجناب تاعهم، ندير لهم جوز الهند. انا هاد المراحل فتهم باش ما نوريهم لكمش، ما نطولش عليكم الفيديو. الجناب تاع الحلوى هذه بعد ما نشفت درت لهم المعجون ودرت لهم جوز الهند الابيض، درت لهم اللماع الفضي ولا الذهبي كيما تبغوا نتوما، ديروا خطوط وزينوها كيما تبغوا نتوما. كما راكم تشوفوا هنايا قلت لكم درت لها جوز الهند في الجناب، درت لها خطوط، درت لها اللوغو تاع عيد مبارك، ورقه ذهبيه. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنسونيش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه، شكرا.